هو جدول تخفيف الأحمال اللي الحكومة نزلته علشان قطع النور ساعتين. يعني احنا ربنا مش هيتوب علينا من قطع النور؟ يعني يا جماعة الجمهورية الجديدة يبقى فيها قطع نور لمدة سنة؟ طب ما القديمة كانت حلوة ما فيهاش قطع نور. طب راعوا الناس دي، ده قطع النور ساعتين ده خراب بيوت. قطع النور ساعتين ده بيوقف حال الناس. يا جماعة حسوا بالناس الغلابة دي، حسوا بالشعب اللي راح في 60 داهية ده. يا جماعة يعني الشعب ده محتاج حد يطبطب عليه، والله العظيم احنا تعبنا. يعني شهر رمضان كنا فرحانين ان مفيش نور بيتقطع، طب ليه ترجعني تاني لقطع النور؟ طب ليه ما تعملش ميزانية ان انت توفر لي الفلوس عشان تعمل لي الكهرباء؟ ما انا بدفع كهرباء ملتزم. يعني انت الشهر ده ما جينا شحنا كارت الكهرباء، حضرتك خصمت 10 جنيه ضرب على قفا ما اعرفش ليه من كل الكروت. اي كارت بيشحن ب 100 بينزلوا 90، طب ال 10 جنيه بتاعت ايه؟ انا مش عارف. طب بتخصم مني 10 جنيه وبتدفعني، ولو ما دفعتش بتقطع الكهرباء، وفي نفس الوقت انت كده كده بتقطع الكهرباء عني. طب انا ملتزم بالعقد معاك، انت مش ملتزم بالعقد معايا ليه؟ مش العقد شريعه المتعاقدين؟ انا اللي عارف عداد الكهرباء ده ايجار ولا ملك ولا ايه ظروفه اللي بتاخد مني ايجاره كل شهر وبدفع حقه في الاول ومشينها. يعني ارحمونا شويه والله، حرام. قبل ما تفكر في جدول تخفيف احمال زي ما انت بتقول، فكر ازاي توفر لي الفلوس تخلي الكهرباء شغاله عادي زي الناس كلها ما شغاله. مفيش دوله في العالم بيحصل فيها كده الا احنا. ليه؟ اديني سبب مقنع. يتوب علينا ربنا من قطع النور.